السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في حديقة فريال. طبعا حديقة فريال بعد التطورات والتحديثات اللي وصلت فيها جنينة فريال بقت بالجمال والحلاوة دي. طبعا جنينة فريال فيها زهور وفيها نباتات هنا نادرة جدا، أول مرة حد يشوفها. هوريكم حتة حتة خطوة خطوة، خليكم معايا هنشوفها في جنينة فريال. طبعا هنعرف كمان ان جنينة فريال اتسمت ليه بجنينة فريال، وهنعرف طبعا الثلاث منصات اللي هناك خالص دول. انا هوريها لكم لسه ما اقرب من هناك شويه، اوريكم الثلاث منصات دول كانوا موجودين ليه ايام الخديوي اسماعيل. طبعا منظر جميل جدا، بيجي لها من جميع المحافظات جنينة فريال دي عشان يشوفوها بعد التحديثات والتطورات اللي حصلت فيها. بقت جميله جدا ومنظرها في منتهى الجمال. دي منظرها جميل اهو، بقت منظرها جميل جدا. دي قناة السويس، يعني بعد الحفر بعد ما اتطورت عملنا مكان هنا كأنها قناة السويس بالظبط. ادي الفنار وادي السفينة، يعني كأنها بحر بالظبط بعد حفر قناة السويس. طبعا وادي في هنا الفنار اهو، هوريكم الفنار. طبعا هي النهارده زحمة جدا، النهارده الجمعة وزحمة جدا جدا. جنينة فريال طبعا بيجي لها من جميع المحافظات علشان يشوفوا جنينة فريال بعد التطور والتحديث اللي فيه. طبعا شوف النباتات، بصراحه ربنا كل حته فيها ازهار وورد، وبقت بصوا يعني بقت جميله جدا جدا. مش عارفه اقول لكم واصور لكم ايه ولا ايه من جمال الحديقه هنا. بصراحه مناظر طبيعيه جدا ومناظر جميله قوي قوي قوي. مهما اقول لكم مش هوصف لكم جمال الحديقه الوقت بقت عامله ازاي. طبعا بيجي لها بقولنا من جميع المحافظات هنا بعد التحديث اللي حصل لها. طبعا وهوريكم المنصات، وهنا كان في كوبري خشب هنا طبعا هوريه لكم برضه. طبعا حديقه زحمه جدا جدا جدا، زحمه قوي، فيها ناس كتير اهي واحنا ماشيين اهو. هوريها لكم. شوفوا الحديقه، اشجار جميل، دي شجره جوافه. مش عارفه اوصف لكم ايه ولا ايه وهوريكم ايه ولا ايه من جمالها. طبعا هوريكم المنصات اهي. في هنا 3 منصات، واحده كبيره قوي واحده متوسطه وفي واحده صغيره جدا. هوريكم المنصات طبعا دي شكلها ايه من بعيد. المنصه اهي. طبعا هعرفكم وهقول لكم المنصات دي كان فيها ايه وكان بيتعمل فينا ايه ايام الخديوي اسماعيل. هوريكم كل حاجه في حديقه فريال، هوريكم كل حاجه. النباتات طبعا وحاجات نادره قوي قوي. هنا في زرع هنا نادر جدا. شوف الجمال والحلاوه، بصراحه مناظر كأن الواحد عايش في اوروبا. بصراحه الحديقه دي من جمالها وحلاوتها كأن الواحد بالظبط عايش في اوروبا. هوريكم الفنار، في زحمه هناك والناس بتتصور هناك اهي. هوريكم الفنار كمان منظره عامل ازاي. صراحه الحديقه دي من جمالها وحلاوتها مش عارفه اصور ايه ولا ايه ولا ايه فيه من كتر الجمال والحلاوه اللي هي موجوده فيه. حلو قوي. شوف الزرع، شوف الورد، شوف الازهار، كل حاجه هنا منظر بصراحه جميل جدا. مش عارفه اصور لكم ايه ولا ايه بصراحه من كتر جمالها. بصراحه مناظر جميله جدا جدا، حاجات حلوه قوي قوي قوي. طبعا هوريكم المنصات اهي. في هنا 3 منصات، واحده كبيره قوي واحده متوسطه وفي واحده صغيره جدا. هوريكم المنصات طبعا دي شكلها ايه من بعيد. المنصه اهي. طبعا هعرفكم وهقول لكم المنصات دي كان فيها ايه وكان بيتعمل فينا ايه ايام الخديوي اسماعيل. هوريكم كل حاجه في حديقه فريال، هوريكم كل حاجه. النباتات طبعا وحاجات نادره قوي قوي. هنا في زرع هنا نادر جدا. شوف الجمال والحلاوه، بصراحه مناظر كأن الواحد عايش في اوروبا. بصراحه الحديقه دي من جمالها وحلاوتها كأن الواحد بالظبط عايش في اوروبا. هوريكم اللي اهو، في زحمه هناك والناس بتتصور هناك اهي. هوريكم الفنار كمان منظره عامل ازاي. صراحه الحديقه دي من جمالها وحلاوتها مش عارفه اصور ايه ولا ايه ولا ايه فيه من كتر الجمال والحلاوه اللي هي موجوده فيه. حلو قوي. شوف الزرع، شوف الورد، شوف الازهار، كل حاجه هنا منظر بصراحه جميل جدا. مش عارفه اصور لكم ايه ولا ايه بصراحه من كتر جمالها. بصراحه مناظر جميله جدا جدا، حاجات حلوه قوي قوي قوي. الفنار اهو،
بصراحة كل حاجة هنا موجودة، والفنار والمناظر والورد والشجر، بصراحة حاجات جميلة جدا. هنا في كوبري كمان خشب هنا هوريهولكم، وهوريكم كل حاجة خطوة خطوة، مش هسيب أي حاجة خالص في الحديقة إلا لما أوريها لكم. كل حاجة هوريها لكم بالتفصيل. صورنا أول منصة اهي، دي تاني منصة اهي، لسه هنروح للمنصة الصغيرة التانية هوريها لكم، وهقول لكم المنصات دي كانت موجودة ليه أيام الخديوي إسماعيل. هوريكم كل حاجة وهقول لكم كل حاجة خطوة خطوة. دي المنصة الكبيرة اهي، كبيرة اهي، هوريكم من بعيد خالص عشان تشوفوا المنصة الكبيرة اهي. ادي المنصة الكبيرة وادي المنصة الصغيرة هنا، وفي منصة تانية هناك اهي بعيدة اهي خالص، هوريها لكم واروح لها هناك خالص عشان تبقى تشوفوها من قريب. طبعا هنا في كوبري خشب بردك هنا هوريه لكم، وهقول لكم الحديقة ليه اتسمت بحديقة فريال. طبعا انتوا عارفين ان هي اسمها فريال على ابنة الملك فاروق، بنته الكبيرة كانت اسمها فريال، فتسمت الحديقة دي على اسمها أيام الخديوي إسماعيل. أدي المنصة الثالثة أهي. طبعا 3 منصات دول موجودين، كان فيهم أول واحدة في المنصات دي كانت فيها أول واحدة كان الملوك والرؤساء البلاد كلها والدولة، كانوا أول منصة كبيرة كانت بتبقى موجودة فيها. المنصة التانية دي كانوا بيبقوا موجودين فيها الشيوخ ورجال الدين الإسلامي والمسيحي. طبعا المنصة الصغيرة اللي هناك دي خالص كان بيبقى فيها المواطنين المصريين، كانوا بيبقوا موجودين فيها. طبعا أيام الخديوي إسماعيل كان بيبقى هنا في طباخين طبعا، ولا 500 طباخ كان بيخدم على الحفل ده. طبعا المنصة الكبيرة اللي كانت فوق دي كان بيبقى فيها الرؤساء والملوك الدولة كلهم المهمين، أكبر رؤساء دولة اللي في العالم والملوك كانوا بيجوا يحضروا هنا لافتتاح قناة السويس أيام الخديوي طبعا إسماعيل. طبعا كان المسرح ده كانت سنة كام في العصر؟ كان عصر الخديوي إسماعيل كانت سنة 1869 أيام الملوك والرؤساء لما كانوا بيجوا هنا بيحضروا الحفل بتاعت قناة السويس، كان 1869. طبعا كان منظرها طبعا ما كانش كده، كان منظرها طبعا انتوا كلكم عارفين كان منظرها طبعا قديم عن كده بعد التطورات اللي حصلت فيها والجمال اللي موجود دلوقتي فيها. طبعا غير زمان، طبعا دلوقتي كان في الماضي، احنا دلوقتي في الحاضر. طبعا اهي انا هوريها لكم تاني، ده الفناره اهي كأن قناه السويس بالظبط موجوده فيها على شكل يعني حفر قناه السويس اهي. الهلب وده اللي بينزل الميه بتاع قناه السويس لما بتبقى في سفينه نازله في الميه، طبعا الهلب ده بيبقى موجود في الميه من تحت. وادي الفناره اهي، وادي السفينه، وادي الهلب بتاع قناه السويس. هوريكم كمان اهو المنظر ده، بصراحه مناظر جميله جدا. هوريكم كمان اهو المنظر ده، بصراحه مناظر جميله جدا. سلم الخشب اهو بوريه لكم، احنا نازلين من عليه اهو. السلم الخشب ده موجود جميل جدا طبعا، سلم خشب اهو. هوريه لكم طبعا كمان لما انزل من عليه، اوريه لكم من على بعد عامل ازاي، حلو جدا جدا. سلم الخشب ده اهو موجود برضك في حديقه فريال. بصراحه من جمال الحديقه انا مش عارفه اصور ايه ولا ايه، من جمالها وحلاوتها وجمالها والورد والاشجار والزهور. وفي مكان هنا كمان اهو الواحد ممكن يقعد فيه بالنهار يفطر مع اولاده عشان الشمس والكلام من ده. بصراحه مش عارفه اقول ايه من الجمال والحلاوه بتاعه الحديقه بعد ما اتطورت وبقت جميله قوي بالمنظر ده. المنصات اللي احنا صورناها هناك اهي من بعيد اهي برضك باينه اهي، ادي 1 ادي 2 ادي 3. كل منصه كان احنا زي ما احنا قلنا قبل كده كان فيها ايه وكان بيقعد فيها ايه ايام الخديوي اسماعيل.
طبعا حديقه فريال دي بيجي لها دلوقتي من جميع المحافظات عشان يجوا يشوفوا شكلها بعد ما اتطورت، والتحديثات اللي فيها. طبعا المحافظات كلها بتيجي دلوقتي علشان يشوفوها بعد التحديث، وبعد بقى منظرها جميل بالمنظر ده بيجوا فيها يتفرجوا عليها وعلى جمالها، والحاجات اللي كانت موجوده من زمان واتحدثت طبعا وبقت بالمنظر الجميل الحلو ده. صراحه عايزه اقول للناس كلها تيجوا يزوروا جنينه حديقه فريال في بورسعيد عشان يجوا يشوفوا جمال على طبيعته. بصراحه ما اوصف لكم، مش هقول لكم المنظر جميل قد ايه وطبيعي قد ايه، والزهور اللي فيه والاشجار. بصراحه منظر جميل جدا جدا، الواحد حاسس كانه بالظبط في حديقه في اوروبا، حديقه مش موجوده هنا بصراحه في بورسعيد ابدا. اللي يشوف يقول كانها الحديقه دي مش موجوده بصراحه، من جمالها ومن حلاوتها ومن المناظر اللي فيها والاشجار اللي فيها، ومعموله بترتيب ومعموله بنظام حلو جدا على طريقات. الورد في الارض عامل ازاي، شوفوا منظر بصراحه جميل جدا. بصراحه بيعمل راحه نفسيه جدا. الزهور دي الواحد لما بيجي يشوفها طبعا عامله ازاي. شوف السلالم اللي هي اللي عامله في الارض اهي، مصورها لكم. عايزه تشوفوا كل حاجه، مش عايزه اسيب لكم حاجه ما تشوفوهاش، كل حاجه عايزه اوريها لكم حته حته في الحديقه، مش عايزه اسيب اي حاجه ما اصورها لكوش عشان تيجوا تشوفوا حتى الجمال والطبيعه بنفسكم، وكميه الازهار وكميه الاشجار اللي موجوده هنا. بصراحه احلى حديقه في بورسعيد هي حديقه فريال. انا ما شفتش بصراحه الجمال والحلاوه دي بصراحه في اي حديقه تانية قبل كده. ادي السلم الخشب اهو، ومن بعيد خالص اهو الثلاث منصات برضك باينين من بعيد خالص. عايزه اجيب لكم كل حاجه بالتفصيل. قوي السلم ده عامل زي السلم، الارض متقسمه، البلاط متقسم فيه زرع كانك انت طالعه سلم بالظبط. مدخل كده تطلعي كده كانك طالعه سلم، وهو ده طبعا بلاط في الارض اهو. بس اللي يشوف يقول المنظر جميل جدا، معمول بطريقه حلوه قوي قوي. اللي يشوف كانك طالعه سلم، المنظر جميل جدا جدا. بصراحه مش عارفه اجيب لكم ايه ولا ايه من كتر الجمال اللي في الحديقه ده، مش عارفه بصراحه. ناس كان زمان بيقولوا على الحديقه دي جنينه. تعرف زمان ان في ناس واحنا صغيرين برضك كنا بنقول على الحديقه دي جنينه، بس طبعا الواحد لما كبر وعرف الحديقه يعني معناتها ايه، الجنينه معناتها ايه باللغه العربيه، معناتها حديقه. بس احنا كنا طبعا واحنا صغيرين كنا بنقول عليها جنينه. مش عارفه اوصف لكم ايه ولا ايه ولا ايه في الحديقه دي بصراحه، ولا الاشجار وجمالها وكبرها وحلاوتها. بصراحه عايزه كل المحافظات بصراحه يجوا يشوفوا جنينه فريال بعد التحديث والتطور اللي فيها. كله هنا بيتصور وكله جاي هنا يشوف جمال على الطبيعه. بصراحه مناظر في منتهى الجمال. كفايه بس الراحه النفسيه اللي الواحد لما بيقعد كده جنب الشجر كده وجنب الورد يشوف النباتات والواناتها الجميله جدا المختلفه. في هنا نباتات هنا نادره، يعني انا اول مره اشوفها هنا في الحديقه. النباتات دي اول مره اشوفها. الاطفال كلها هنا اهي، الفراعنه احنا قلناها، وشفنا هناك اللي بعيد خالص دي مش عارفه اقول ايه ولا ايه ولا ايه على الحديقه دي. بوريكم حاجه حاجه في الحديقه هنا، وكل حاجه كبيره وصغيره بوريها لكم اهي. ما سبتش اي حته خالص في الحديقه الا لما وريتها لكم. عايزه تشوفوا كل حاجه على الطبيعه وعلى الجمال والحلاوه اللي في الحديقه هنا. بصراحه
نفسي حد يجي يشوف فينا الحديقة بصراحة على طبيعتها وعلى جمالها بعد ما اتطورت وبقت بالمنظر الخرافي الطبيعي الجمال ده جدا. حلوة بصراحة، حلوة مريحة للأعصاب، وتنظيم جميل جدا للزهور هنا والشجر والورد، متنظمة بطريقة جميلة جدا جدا جدا. التحديثات دي، الحديقة دي معمولة على الطريق الأوروبي، على طريقة الأوروبية، يعني التصميمات دي المحافظ اجى عملها هو بنفس الشكل وبنفس المنصات دي بتاعت زمان اهي، بس طبعا اتحدثت واتطورت فيها، بس المنصات دي كانت موجودة زمان، كانت موجودة برضك زمان المنصات دي، بس طبعا اتعدلت واتحدثت أحسن من الأول. في 3 سلالم هنا خشب هنا اهو، احنا شفنا 2، في واحد تاني برضك من بعيد اهو، في ناس هناك اهو من بعيد قوي برضك بينزلوا فيها. مش عارفه اقول لكم ايه ولا ايه، مش عارفه اوصف بصراحه ربنا من كتر الجمال والاشكال الورد والحاجات الحلوه هنا، مش عارفه اقول ايه، مفيش كلام تاني مش عارفه اقوله بصراحه. بصراحه حاجات حلوه جدا جدا، المناظر جميله قوي قوي، ويا ريت كل واحد يجي يشوف حديقه فريال على الطبيعه وجمال والورود والاشجار دي. انا كررتها اكتر من مره عشان بصراحه مش عارفه اقول ايه من كتر الجمال والحلاوه وتنسيق الزهور وتنسيق الورد والمدخل وكل حاجه فيها، كل حاجه فيها بصراحه غنيه عن التعريف. المنظر هنا طبعا جميل قوي، هيبقى احلى كمان الواحد لما بيجي يبص على المنظر كمان بطبيعته، كمان هيبقى احلى واحلى. كل حته هنا عايزه اصورها، مش عايزه اسيب اي حاجه ما صورتهاش عشان تشوفوا الجمال والحلاوه اللي في الحديقه دي. انا هسيبكم بقى تتفرجوا كده على الطبيعه كده والجمال كده والحلاوه اللي في الحديقه هنا. هسيبكم تستمتعوا شويه بمنظر الحديقه وتشوفوا المناظر اللي فيها عامله ازاي والجمال والحلاوه اللي فيها. هسيبكم بقى شويه تتفرجوا بقى على الطبيعه براحتكم. الديكور بتاع المنصات ده مش قادره اقول لكم الجمال وشكله ايه كده، وهو ضخم كده وطالع بالستار دي، منظر حلو قوي قوي قوي. تحس فعلا ان احنا في تراث قديم، تراث الماضي، تحس ان التراث زي ما هو بيفكرنا بايام زمان، ايام الزمن الجميل، ايام الخديوي اسماعيل، ولما حفروا القناه كان بنفس التراث ونفس الشكل ده بالظبط، بس طبعا بعد التعديل، بس كان نفس الشكل بالظبط، بالظبط نفس الشكل، بس طبعا اتحدث طبعا واتطور بالمنظر ده. مروحه اهي
بيقولوا عليها، شويه ولا طاحونه، بصراحه مش عارفه اسمها ايه بالظبط. حد عاوز شاي قهوه حاجه؟ صورت لكم كل حاجه من قريب ومن بعيد عشان تشوفوا كل حاجه بالتفصيل بالظبط. الحديقه عامله ازاي جنينه فريال. طبعا منظر الغروب، طبعا الشمس بعيده هناك اهي، منظر الغروب منظر جميل جدا جدا في الحديقه هنا. شوفوا كميه الشجر العاليه خالص ازاي، شجر عالي جدا جدا. سيبكم تتفرجوا براحتكم وتستمتعوا بالشجر والورد الجميل ده. الشمس خلاص هتروح اهي، الدنيا هتعتم خالص، فانا يا رب الحق بس ان انا اصور لكم كل خطوه وخطوه في الحديقه هنا قبل ما الدنيا تعتم عشان تشوفوا الجمال، الطبيعه كده. ده عسكري ده يعني شكله على اساس الجنود، يعني ايام الحرب وايام الثوره وكده. في جنود هنا متصور، واحد هنا واحد هنا وفي واحد الجنب التاني هناك اهو. هوريه لكم بردك، هقرب لكم بردك الكاميرا كده بردك عشان تشوفوها. التاني اهو بردك، واحد هنا وواحد هناك اهو. احنا كنا هناك هنا اهو بعيد اهو، الجنب التاني واحد اهو عسكري اهو. ادي منصة اهي كمان بصراحة. كل حتة فيها منظر طبيعي مختلف بصراحة. كل حاجة هنا حلوة ومعمولة بنظام وتنسيق للورد، حاجات بصراحة جميلة جدا. الورد متنسق هنا بتنسيقة مختلفة ومحطوط في مكان روعة الروعة بصراحة. متنسق تنسيقة جميلة جدا جدا، مفيش أحلى من كده بصراحة في حديقة فريال، مفيش أحسن من كده ولا أحلى من كده. الشمس هتغيب اهي.
احنا كنا بنيجي الحديقه هنا طبعا، واحنا كنا بنات صغيرين. كان بابايا الله يرحمه كان بيجيبنا هنا واحنا صغيرين، بس طبعا المنظر يختلف طبعا. الكلام ده من زمان اما كنا احنا لسه صغيرين وكده. كان بابانا الله يرحمه كان بيجيبنا هنا في الحديقه دي. كانت احلى ايام واجمل ايام بصراحه ربنا. كنا بناكل وبنفطر وبنيجي ساعات ناخد الغدا بتاعنا، وكنا بنيجي هنا نقعد هنا بالساعات. بس طبعا الحديقه اختلفت خالص عن زمان، ما كانش كده ابدا. طبعا دلوقتي احلى واجمل بكتير عن زمان بعد التحديثات اللي فيها. بصراحه مش هقدر اقول لكم المنظر بصراحه ربنا عامل ازاي من الجمال والحلاوه اللي موجوده هنا، والاشكال وتنسيق الزهور وترتيب كل حاجه هنا مرتبه ومنظمه. حتى هنا في صناديق للكمامه، يعني محطوط كل حاجه الواحد يحطها، الورق في مكان والازاز في مكان، واي حاجه موجوده كل حاجه في مكانها. بصراحه النظام حلو قوي قوي، ونظافه بصراحه ما شفتهاش قبل كده في اي حديقه بالمنظر ده. شوف التنسيق، شوف الترتيب، الشجر مترصص ازاي ومعمول ازاي. شوف الشجر معمول ازاي، مترصص ترصيصه ومتنظم تنظيمه بصراحه حلوه قوي قوي. كله سوي بعض اهو، الشجر كله مقصوص اهو بالمنظر ده. انا هوريكم من بعيد، شوف عامل ازاي، مترصص ازاي ومتساوي ومتقطع كأن معمول بالمسطره. يعني شوف من بعيد عامله ازاي، الشجر عامل ازاي، عامل ازاي من بعيد، كأنه معمول بالمسطره، كأنه مرسوم بالمسطره. مفيش مكان طالع مفيش مكان نازل، كله اتجاه واحد. عامل ازاي مرصوص رصه بصراحه جدا. شوف من بعيد عامله ازاي، شوف من بعيد، هوريكم من بعيد خالص. شوف المنظر من بعيد، الشجر مرصوص كأنه معمول بالمسطره والورقه والقلم. من كتر ما هنا في نظام بقول لكم اهو على المكان اللي بتحط فيه القمامه اهي كل حاجه في مكان اهو، مأكولات وحاجات للعلب وحاجات للورق. في هنا كراسي كتير قوي هنا عشان الواحد يقعد عليها يرتاح ويفطر ممكن، ويجي يتغدى هنا واهله يعني. منظر الجنينه هنا من جوه. شوف الورد وجماله. في ورده هنا لونها حلوه قوي قوي قوي، لونها جميله جدا جدا. هشمها بس مش هقطعها. ده ورد بلدي حلوه قوي قوي قوي. منظرها بصوا يعني كفايه ريحتها بس، منظر طبيعي والورد طبيعي، ريحته في منتهى الجمال. بصراحه حاجات حلوه قوي 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 هنا في الحديقه. كنا بنيجي الحديقه هنا طبعا، واحنا كنا بنات صغيرين. كان بابايا الله يرحمه كان بيجيبنا هنا واحنا صغيرين، بس طبعا المنظر يختلف طبعا. الكلام ده من زمان اما كنا احنا لسه صغيرين وكده. كان بابانا الله يرحمه كان بيجيبنا هنا في الحديقه دي. كانت احلى ايام واجمل ايام بصراحه ربنا. كنا بناكل وبنفطر وبنيجي ساعات ناخد الغدا بتاعنا، وكنا بنيجي هنا نقعد هنا بالساعات. بس طبعا الحديقه اختلفت خالص عن زمان، ما كانش كده ابدا. طبعا دلوقتي احلى واجمل بكتير عن زمان بعد التحديثات اللي فيها. بصراحه مش هقدر اقول لكم المنظر بصراحه ربنا عامل ازاي من الجمال والحلاوه اللي موجوده هنا، والاشكال وتنسيق الزهور وترتيب كل حاجه هنا مرتبه ومنظمه. حتى هنا في صناديق للكمامه، يعني محطوط كل حاجه الواحد يحطها، الورق في مكان والازاز في مكان، واي حاجه موجوده كل حاجه في مكانها. بصراحه النظام حلو قوي قوي، ونظافه بصراحه ما شفتهاش قبل كده في اي حديقه بالمنظر ده. شوف التنسيق، شوف الترتيب، الشجر مترصص ازاي ومعمول ازاي. شوف الشجر معمول ازاي، مترصص ترصيصه ومتنظم تنظيمه بصراحه حلوه قوي قوي. كله سوي بعض اهو، الشجر كله مقصوص اهو بالمنظر ده. انا هوريكم من بعيد، شوف عامل ازاي، مترصص ازاي ومتساوي ومتقطع كأن معمول بالمسطره.
يعني شوف من بعيد عامله ازاي الشجره، عامل ازاي، عامل ازاي من بعيد، كانه معمول بالمسطره، كانه مرسوم بالمسطره. مفيش مكان طالع، مفيش مكان نازل، كله اتجاه واحد. عامل ازاي مرصوص رصه بصراحه جدا. شوف من بعيد عامله ازاي، شوف من بعيد، هوريكم من بعيد خالص. شوف المنظر من بعيد، الشجر مرصوص كأنه معمول بالمسطره والورقه والقلم، من كتر ما هنا في نظام. بقول لكم اهو على المكان اللي بتحط فيه القمامه اهي، اهي كل حاجه في مكان اهو، مأكولات وحاجات للعلب وحاجات للورق. في هنا كراسي كتير قوي هنا عشان الواحد يقعد عليها يرتاح ويفطر ممكن، ويجي يتغدى هنا هنا واهله يعني. منظر الجنينه هنا من جوه. شوف الورد وجماله. في ورده هنا لونها حلوه قوي قوي قوي، لونها جميله جدا جدا. هشمها بس مش هقطعها. ده ورد بلدي حلوه قوي قوي قوي. منظرها بصوا يعني كفايه ريحتها، بس منظر طبيعي والورد طبيعي، ريحته في منتهى الجمال بصراحه. حاجات حلوه قوي 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 هنا في الحديقه. صوت العصافير، سمان صوت العصافير. طبعا المغرب اتدنت خلاص والدنيا هتعتم هنا، وصوت العصافير سامعينه عامل ازاي. حتى صوت العصافير منظر روعه. صورت لكم الحديقه من كل حته، من كل جانب، من كل مكان. عايزاكم تشوفوا كل حته، مش عايزه اسيب اي حته خالص في الحديقه الا لما تشوفوها عامله ازاي ومرصوصه ازاي ومترتبه ازاي ومنظمه تنظيم فوق الوصف، فوق الجمال وفوق الحلاوه. شوفوا شوفوا كل حته هنا، عايزه اوريها لكم بالتفصيل عامله ازاي. كميه ترتيب هنا وتنسيق في الورد وفي الازهار، وكميه التنسيق بصراحه، والشجر والورد وكل حاجه منظمه بطريقه جميله قوي قوي قوي. عجباني جدا الزرع اللي هو منسق كده ومرصوص جنب بعض بطريقه حلوه جدا جدا. هسيبكم برضه تستمتعوا بالمنظر ده قبل ما الدنيا تعتم. هسيبكم تستمتعوا بكل حاجه في الحديقه قبل ما الدنيا تعتم، عشان تشوفوا برضك الورد بالنهار طبعا وجماله والواناته الحلوه. الواحد حاسس بصراحه كانه قاعد في اوروبا. المنظر ده كأن احنا قاعدين في اوروبا مش في بورسعيد، بالترتيب وتنسيق الورد والازهار والاشجار اللي جنب بعضها دي بالالوانات الحلوه دي المختلفه. حاسس الواحد كأن في حديقه اوروبا، او هي دي الحديقه دي معموله بطريقه اوروبا بصراحه، من كتر التنسيق وكميه الورد الالوانات الحلوه جدا جدا. احلى حاجه هنا بصراحه ربنا عجباني كل حاجه هنا في الحديقه.
كل حاجه هنا عجباني، مفيش حاجه وحشه، مفيش حاجه مش مترتبه، مفيش حاجه هنا مش متنسقه، كل حاجه متنسقه ومترتبه على اعلى مستوى بصراحه. منظر الجامع كمان اهو منظره جميل جدا، لازق في الحديقه هنا، عطي برضك منظر جميل قوي. الجامع جنب الحديقه. سبحان الله، ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ادي حديقه فريال اهي، جمالها وحلاوتها والالوان اللي فيها اهي. الفناره اللي هناك اهي نورت، اللي على بعد دي اللي منوره بعيد قوي قوي دي احنا شفناها، نروح نشوفها برضك تاني برضك وهي متنوره. الواحد حاسس بصراحه كانه قاعد في اوروبا. المنظر ده كأن احنا قاعدين في اوروبا مش في بورسعيد، بالترتيب وتنسيق الورد والازهار والاشجار اللي جنب بعضها دي بالالوانات الحلوه دي المختلفه. حاسس الواحد كأن في حديقه اوروبا، او هي دي الحديقه دي معموله بطريقه اوروبا بصراحه، من كتر التنسيق وكميه الورد اللي الواناته الحلوه جدا جدا. احلى حاجه هنا بصراحه ربنا عجباني، كل حاجه هنا في الحديقه، كل حاجه هنا عجباني، مفيش حاجه وحشه، مفيش حاجه مش مترتبه، مفيش حاجه هنا مش متنسقه، كل حاجه متنسقه ومترتبه على اعلى مستوى بصراحه. منظر الجامع كمان اهو منظره جميل جدا، لازق في الحديقه هنا، عطي برضك منظر جميل قوي. الجامع جنب الحديقه. سبحان الله، ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ادي حديقه فريال اهي، جمالها وحلاوتها والالوان اللي فيها اهي. الفناره اللي هناك اهي نورت، اللي على بعد دي اللي منوره بعيد قوي قوي دي احنا شفناها، نروح نشوفها برضك تاني برضك وهي متنوره. الواحد حاسس بصراحه كانه قاعد في اوروبا. المنظر ده كأن احنا قاعدين في اوروبا مش في بورسعيد، بالترتيب وتنسيق الورد والازهار والاشجار اللي جنب بعضها دي بالالوانات الحلوه دي المختلفه. حاسس الواحد كأن في حديقه اوروبا، او هي دي الحديقه دي معموله بطريقه اوروبا بصراحه، من كتر التنسيق وكميه الورد اللي الواناته الحلوه جدا جدا. احلى حاجه هنا بصراحه ربنا عجباني، كل حاجه هنا في الحديقه، كل حاجه هنا عجباني، مفيش حاجه وحشه، مفيش حاجه مش مترتبه، مفيش حاجه هنا مش متنسقه، كل حاجه متنسقه ومترتبه على اعلى مستوى بصراحه. منظر الجامع كمان اهو منظره جميل جدا، لازق في الحديقه هنا، عطي برضك منظر جميل قوي. الجامع جنب الحديقه. سبحان الله، ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ادي حديقه فريال اهي، جمالها وحلاوتها والالوان اللي فيها اهي. الفناره اللي هناك اهي نورت، اللي على بعد دي اللي منوره بعيد قوي قوي دي احنا شفناها، نروح نشوفها برضك تاني برضك وهي متنوره.
الفناره دي منوره، احنا شفناها كانت الصبح ما كانتش منوره النور ده. حبيت برضك اوريها لكم لما النور اتسرق برضك بقت منظرها ازاي وبقى شكلها عامل ازاي لما النور اتصور فيه. الدنيا عتمت بقت لونها عامل ازاي من بعيد. الدنيا عتمت بقت لونها عامل ازاي من بعيد. هنا اهي بعد ما اتنورت بقى شكلها عامل كده. كان الصبح باينه بس الوقت لما اتعمل لها النور بانت اكتر. شكلها جميل جدا جدا وكله بيجي يتصور هنا طبعا. شكلها حلو قوي. المنظر من بعيد طبعا كميه ريحه الورد ده ريحته حلوه قوي قوي. الورد الاصفر ده ريحته حلوه جدا. هوريكم الطاحونه شكلها ايه. المنظر من بعيد طبعا كميه ريحه الورد ده ريحته حلوه قوي قوي. الورد الاصفر ده ريحته حلوه جدا. هوريكم الطاحونه شكلها ايه لما اتحط فيها النور. هي بالليل والدنيا عتمت بقت منظرها عامل كده اهو. شوف انا مصوراها بس طبعا بالليل النور اتحط فيها بانت اكتر. المداخل اهي من بعيد. شوفوا النور من بعيد عامل ازاي. شوف الاضاءه. صورت لكم بالنهار اهو وبالليل. لها كذا ممر تاني اهو. ليها 4 ممرات. ممر اهو منظر مختلف هنا اهو. مشوفناش المنظر ده بصوره لكم برضك عشان مش عايزه اسيب اي حاجه. مشوفناش المنظر ده بصوره لكم برضك عشان مش عايزه اسيب اي حاجه. مشوفناش المنظر ده بصوره لكم برضك عشان مش عايزه اسيب اي حاجه. طبعا كان الصبح ما كانش فيه الخط الموف ده. طبعا لما الدنيا عتمت الخط الموف ده كده ظهر وبان. طبعا منظرها برضك حلو جدا. حبيت برضه اوريه لكم عشان ما اسيبش اي حاجه لما تشوفوها. عايزه اوريكم كل صغيره وكبيره في الحديقه دي. النور لما اتسرج اهو نور المنصات منوره وخلاها جميله جدا باينه قوي واضحه اهي. اللي على هيئه فناره هنا زي بتاعت قناه السويس اهي برضك منوره نور كده كانها فناره بالظبط نفس الشكل وكله. الفناره دي كانت عند الدريسيبس هنا كنا بنشوفها تملي. كانت بتبقى للسفن في البحر. كانت بتبقى في دريسيبس هنا قريبه ما كنا احنا صغيرين كنا بنشوفها. كانت بتنور نور ابيض كده بيلمع بتعمل اشارات للسفن اللي في الميه. كنت بحب اشوفها جدا. طبعا معموله برضك هنا هي على شكل الفناره بالظبط اللي احنا كنا بنشوفها واحنا صغيرين عند دريسيبس هنا. برضك المنظر ده انا ما شفتوش برضك الدنيا لما كانت عتمه. ما شفتش المنظر ده برضه حلو قوي قوي. النور كده هنا برضك دي انا ما شفتهاش. حبيت برضك اوريها لكم.
طبعا بالنهار طبعا النور ده مبيبقاش موجود، فلما الدنيا بتعتم طبعا الانوار دي بتسرج في الحاجات دي وبتبان منظرها اكتر وشكلها بيبان حلاوتها اكتر واكتر. برضك المنظر ده انا ما شفتوش برضك الدنيا لما كانت عاتمه، ما شفتش المنظر ده برضه حلو قوي قوي النور كده هنا برضك، دي انا ما شفتهاش، حبيت برضك اوريها لكم. طبعا بالنهار طبعا النور ده مبيبقاش موجود، فلما الدنيا بتعتم طبعا الانوار دي بتسرج في الحاجات دي وبتبان منظرها اكتر وشكلها بيبان حلاوتها اكتر واكتر. صورت لكم كل حاجه اهي في الحديقه، يا رب تعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش بقى اللي ما اشتركش في القناه اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ادي ممر تاني اهو. منظر الزرع طبعا في الإضاءة منظر جميل قوي قوي، عاطر الخضار بتاع الزرع ألوانات جميلة جدا. الفوانيس دي شكلها حلو قوي الزرع. منظر الزرع طبعا في الإضاءة منظر جميل قوي قوي، عاطر الخضار بتاع الزرع ألوانات جميلة جدا. الفوانيس دي شكلها حلو قوي الزرع. منظر الزرع طبعا في الإضاءة منظر جميل قوي قوي، عاطر الخضار بتاع الزرع ألوانات جميلة جدا. الفوانيس دي شكلها حلو قوي الزرع. طبعا كان الصبح ما كانش فيه الخط الموف ده، طبعا لما الدنيا عتمت الخط الموف ده كده ظهر وبان، طبعا منظرها برضك حلو جدا. حبيت برضه اوريه لكم عشان ما اسيبش اي حاجه لما تشوفوها، عايزه اوريكم كل صغيره وكبيره في الحديقه دي. طبعا كان الصبح ما كانش فيه الخط الموف ده، طبعا لما الدنيا عتمت الخط الموف ده كده ظهر وبان، طبعا منظرها برضك حلو جدا. حبيت برضه اوريه لكم عشان ما اسيبش اي حاجه لما تشوفوها، عايزه اوريكم كل صغيره وكبيره في الحديقه دي. النور لما اتسرج اهو نور المنصات، منوره وخلاها جميله جدا باينه قوي واضحه.
ما شفتوش برضك الدنيا لما كانت عاتمه، ما شفتوش المنظر ده برضه حلو قوي قوي. النور كده هنا برضك دي انا ما شفتهاش، حبيت برضك اوريها لكم. في طبعا بالنهار طبعا النور ده بيبقاش موجود، فلما الدنيا بتعتم طبعا الانوار دي بتسرق في الحاجات دي وبتبان منظرها اكتر وشكلها بيبان حلاوتها اكتر واكتر. لما اتحط فيها النور هي بالليل والدنيا عتمت بقت منظرها عامل كده اهو. شوف انا مصوراها بس طبعا بالليل النور اتحط فيها بانت اكتر. صراحه عايزه اقول للناس كلها تيجوا يزوروا جنينه حديقه فريال في بورسعيد عشان يجوا يشوفوا جمال على طبيعته. بصراحه ما اوصف لكم، مش هقول لكم المنظر جميل قد ايه وطبيعي قد ايه، والزهور اللي فيه والاشجار بصراحه منظر جميل جدا جدا. الواحد حاسس كانه بالظبط في حديقه في اوروبا، حديقه مش موجوده هنا بصراحه في بورسعيد ابدا. اللي يشوف يقول كانها الحديقه دي مش موجوده بصراحه، من جمالها ومن حلاوتها ومن المناظر اللي فيها والاشجار اللي فيها، ومعموله بترتيب ومعموله بنظام حلو جدا على طريقات. السلم الخشب اهو بوريه لكم، احنا نازلين من عليه اهو. السلم الخشب ده موجود جميل جدا طبعا. السلم خشب اهو، هوريه لكم طبعا كمان لما انزل من عليه، اوريه لكم من على بعد عامل ازاي. حلو جدا جدا. السلم الخشب ده اهو موجود برضك في حديقه فريال. بصراحه من جمال الحديقه انا مش عارفه اصور ايه ولا ايه، من جمالها وحلاوتها وجمالها والورد والاشجار والزهور. وفي مكان هنا كمان اهو الواحد ممكن يقعد فيه بالنهار يفطر مع اولاده عشان الشمس والكلام من ده. بصراحه مش عارفه اقول ايه من الجمال والحلاوه بتاعه الحديقه بعد ما اتطورت وبقت جميله قوي بالمنظر ده. المنصات اللي احنا صورناها هناك هي من بعيد اهي برضك باينه اهي، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته. كل منصه كان احنا زي ما احنا قلنا قبل كده كان فيها ايه وكان بيقعد فيها ايه ايام الخديوي اسماعيل. طبعا حديقه فريال دي بيجي لها دلوقتي من جميع المحافظات عشان يجوا يشوفوا شكلها بعد ما اتطورت والتحديثات اللي فيها. طبعا المحافظات كلها بتيجي دلوقتي علشان يشوفوها بعد التحديث وبعد بقى منظرها جميل بالمنظر ده، بيجوا فيها يتفرجوا عليها وعلى جمالها والحاجات اللي كانت موجوده من زمان واتحدثت طبعا وبقت بالمنظر الجميل الحلو ده. سيبكم تتفرجوا براحتكم وتستمتعوا بالشجر والورد الجميل ده. احنا كنا بنيجي الحديقه هنا طبعا واحنا كنا بنات صغيرين، كان بابايا الله يرحمه كان بيجيبنا هنا واحنا صغيرين، بس طبعا المنظر يختلف طبعا. الكلام ده من زمان اما كنا احنا لسه صغيرين وكده، كان بابانا الله يرحمه كان بيجيبنا هنا في الحديقه دي. كانت احلى ايام واجمل ايام بصراحه ربنا. كنا بناكل وبنفطر وبنيجي ساعات ناخد الغدا بتاعنا، وكنا بنيجي هنا نقعد هنا بالساعات. بس طبعا
الحديقه اختلفت خالص عن زمان، ما كانش كده ابدا. طبعا دلوقتي احلى واجمل بكتير عن زمان بعد التحديثات اللي فيها. بصراحه مش هقدر اقول لكم المنظر بصراحه ربنا عامل ازاي من الجمال والحلاوه اللي موجوده هنا، والاشكال وتنسيق الزهور وترتيب كل حاجه هنا مرتبه ومنظمه. حتى هنا في صناديق للكمامه، يعني محطوط كل حاجه الواحد يحطها، الورق في مكان والازاز في مكان واي حاجه موجوده، كل حاجه في مكانها. بصراحه النظام حلو قوي قوي، ونظافه بصراحه ما شفتهاش قبل كده في اي حديقه بالمنظر ده. شوف التنسيق، شوف الترتيب، الشجر مترصص ازاي ومعمول ازاي. شوف الشجر معمول ازاي، مترصص ترصيصه ومتنظم تنظيمه بصراحه حلوه قوي قوي. كله سوي بعض اهو، الشجر كله مقصوص اهو بالمنظر ده. انا هوريكم من بعيد، شوف عامل ازاي، مترصص ازاي ومتساوي ومتقطع كأن معمول بالمسطره. يعني شوف من بعيد عامله ازاي الشجر، عامل ازاي، عامل ازاي من بعيد كأنه معمول بالمسطره، كأنه مرسوم بالمسطره. مفيش مكان طالع مفيش مكان نازل، كله اتجاه واحد. عامل ازاي مرصوص رصه بصراحه جدا. شوف من بعيد عامله ازاي، شوف من بعيد، هوريكم من بعيد خالص. شوف المنظر من بعيد، الشجر مرصوص كأنه معمول بالمسطره والورقه والقلم، من كتر ما هنا في نظام. بقول لكم اهو على المكان اللي بتحط فيه القمامه اهي، اهي كل حاجه في مكان اهو، مأكولات وحاجات للعلب وحاجات للورق. في هنا كراسي كتير قوي هنا عشان الواحد يقعد عليها يرتاح ويفطر ممكن، ويجي يتغدى هنا واهله يعني. منظر الجنينه هنا من جوه. شوف الورد وجماله. في ورده هنا لونها حلوه قوي قوي قوي، لونها جميله جدا جدا. هشمها بس مش هقطعها. ده ورد بلدي حلوه قوي قوي قوي. منظرها بصوا يعني كفايه ريحتها، بس منظر طبيعي والورد طبيعي، ريحته في منتهى الجمال. بصراحه حاجات حلوه قوي 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 هنا في الحديقه. هسيبكم برضه تستمتعوا بالمنظر ده قبل ما الدنيا تعتم. هسيبكم تستمتعوا بكل حاجه في الحديقه قبل ما الدنيا تعتم، عشان تشوفوا برضك الورد بالنهار طبعا وجماله والواناته الحلوه. المداخل اهي من بعيد، شوفوا النور من بعيد عامل ازاي، شوفوا الاضاءه. صورت لكم بالنهار اهو وبالليل. برضك المنظر ده انا ما شفتوش برضك الدنيا لما كانت عاتمه، ما شفتش المنظر ده برضه حلو قوي قوي. النور كده هنا برضك دي انا ما شفتهاش، حبيت برضك اوريها لكم. في طبعا بالنهار طبعا النور ده بيبقاش موجود، فلما الدنيا بتعتم طبعا الانوار دي بتسرج في الحاجات دي وبتبان منظرها اكتر وشكلها بيبان حلاوتها اكتر واكتر. ادي ممر تاني اهو.